السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للي أول مرة بيشوفني وبيتابعني، أنا إيماني ودي قناتي، قناة المبدع في مفروشات وتفصيل. معايا عباية حرير هنوريلكم ازاي احنا نرفيها من غير سرفلة، ونوفر السرفلة اهو، وهنبدأ نرفيها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هتبقى رافية في رافية على السن كده اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هنشوف معانا الغرزة شكلها عامل ازاي. مظبوطة تمام. نبدأ اهون هنعملها رافية في رافية، بحيث ان هي حتى لو استرفلت برضه هتبقى جوه في كده. بوفر خيط السرفلة اهو، نوفر كده خيط السرفلة كمان. الايام الغالية دي بنوفر معانا خيط السرفلة اهو. شايفين السير قدامكم اهو. الحرير طبعا عايز يبقى على السن عشان يبقى مظبوط معايا، وخاصة ان انا ما بسرفلوش اهو. يعني ايه كده، يعني كده بيبقى جامد قوي كمان اهو. اهوت رافية في رافية اهوت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. معايا الرافيه زي ما انا قلت، رافيه في رافيه يعني بتنيها في بعضها كده. فانا كده بوفر معايا ايه، بوفر معايا السرفله اهو. طبعا هي اديلها مروحه، فالرافيه بتاعتها طويله وكبيره اهو. احنا عارفين وكده يبقى احنا جبنا نهاية واحنا كده ايه، عملناها رافية في رافية، ووفرنا السرفلة، وفرنا خيط السرفلة اهوت، والعباية مع حضراتكم اهي اهو. شايفين خيط السرفلة اهوت، الرافية اهي. طبعا سرفلة رافية جميلة جدا اهو. طيب هنعمل فيها ايه تاني؟ صح العباية عايزاها تتضيق
عباية معايا اهي، ده الكم طبعا، الكم ده حضرتك اهو. هبدأ بقى اضيق لها هو فيها لان هي واسعة عليها، بس فيها خرز هنا هيقطم لي الابرة، برضو الخرز من هنا هيقطم لي الابرة. تمام. طب اعمل ايه دلوقتي؟ هي فيها خرز، لازم الخرز ده يشال قبل ما اضيق اهو، عشان الابرة ما تقطمش معايا. تمام. هنقلبها بقى ونشوف الخرز ونشوف الجنب اهوت. شغل الورد ده هو اللي عامل لنا اهو. جنبي معايا كم اهوت، هنشوف الخرز فين في الجنب. الخرز جنب الوردة بس، يبقى الخرز هنا اللي هو خرز الوردة، يعني المنطقة اللي هي ايه بتاعت الوسط. تمام، يعني الجهة دي. طب ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ نشيل الوردة من هنا. تمام. ويا ترى الجهة التانية فيها ورد برضه، والجهة التانية نفس الوضع. يبقى نضطر نشيل الورد من هنا عشان نعرف نضيق. تمام، لان الورد جاي في الجنب. وهنشيل الخرز، وهنشيل الخرز ده، وهنشيل الورد ده اهو، لان ده خط الجنب اهون وهي جايه فيه اهو. خط الجنب معايا اهو اللي عند الابط اهو، وهي جايه فيه. بضطر اشيل الورده ديت اهو. احنا كده شلنا الورده اهون. طيب ايه تاني اللي ايه زعل معايا في الابره وهيكسرها؟ الخرز ده انت حضراتكم شايفين الخرز اللي بيلمع ده عايز يشال روخر دوت اهو. والخرز ده لما يشال يبقى انا كده هوقف المكنه عشان ما اخلصش الكهرباء في الفاضي، واشيل الخرز ده الاول. تمام اهو، الخرز ده عايز يشال الاول. ده يشال، وهبدأ ارفي معاكم اضيق الجنب اهو. اهوت. بفرد القماشة بشوف فيه هنا خرز ولا لا، مفيش. هنشوف عادي. تمام. طبعا انا بركز عشان خاطر الخرز ما يكسرليش المكنة. تمام. ويبقى كده خلصناها زي ما انتم شايفين اهوت. ضيقنا المسافة اللي انتم شايفينها ديت، المسافة دي ضيقت اهيت، والخيط من الجهة دي عشان يبقى باين واضح. ويبقى احنا كده خلصنا الفيديو معانا وضيقناها. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.